ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل منظم بعلبة الشامبو ده. اول حاجة هرسم شكل الودان كده، وبعد كده هقص بقى الجزء اللي انا رسمته ده بالقطر او بالمقص، اي حاجة متوفرة عندي. زي ما احنا شايفين الفكرة بإذن الله سهلة وبسيطة خالص، واي حد يقدر يعملها. هكمل كده القص لحد ما اخلص الشكل اللي انا محتاجاه، واي جزء مش متساوي طبعا هبدأ اسويه عادي جدا، مفيش مشكلة خالص. وبعد كده هشيل العلامة بتاعت القلم بمنديل مبلول. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. ويا ريت بقى تقولوا لي كده رأيكم في الكومنتات لو الفيديو عجبكم، ولو محتاجين اي فكرة قولوا لي برضو وانا اعملها لكم في فيديو مخصوص. وبعد كده انا جربت، ده كان قلم دوكو، جربت ارسم بيه كده، الون بيه الودان بتاعت الرسمة اللي انا عاملاها، ما طلعش كويس، فبدأت ابدله بالالوان الاكريليك، الوان اكريليك او الوان زيت اللي هي بتاعت الحيطان، مفيش اي مشكلة خالص. والالوان دي نقدر نجيبها طبعا من المكتبات، بس عند المكتبات الكبيرة. وبعد كده هنا برسم شكل العيون، وهبدأ امشي عليها بقى بنفس اللون برضو زي ما احنا شايفين كده، وهستنى شوية لحد ما تنشف، وبعد كده هكمل شكل العين لحد ما تنشف. انا رسمت اللي هي المناخير والبق بتاع الدبدوب بتاعي. طبعا احنا ممكن نرسم اي شكل تاني مفيش مشكلة، وباللون الابيض. وبدأت بقى اعمل الجزء بتاع العين اللي لونه ابيض، وتعتبر كده الفكرة خلصت. ممكن طبعا نستخدمها كمنظم لأدواتنا او لفرش الاسنان والمعجون زي ما احنا عاوزين. وده بقى شكلها النهائي. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة بإذن الله. باي باي.